وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. انتهى الانتظار، اقتربنا من اللحظة المرتقبة حيث يبدأ المشوار في بطولة كأس العالم. أجواء مونديالية رائعة في مونديال كبير هنا، لحظات لا توصف بلا شك بالنسبة للمشجعين. لا تذهبوا بعيدا، سنكون معكم من ملعب كل شيء جاهز هنا في ملعب البيت، والأجواء الجميلة حاضرة قبل انطلاقة هذه المباراة المرتقبة. معكم فارس عوض من كابينة التعليق في تغطية مباشرة لهذا اللقاء، ونحن على موعد مع بداية الطريق والمشوار في دور المجموعات من بطولة كأس العالم. فرنسا في مواجهة استراليا. أي مباراة في كأس العالم مشاهدينا هي مباراة لها قيمتها وستحفظ في التاريخ. كل لاعب يتمنى بأن يشارك في مباراة وحيدة في هذه المسابقة بالتأكيد. مباراة اليوم ليست استثناء، ونتمنى بأن تكون في المستوى. استعرض الآن التشكيل اللي راح يلعب فيه المنتخب الفرنسي أمامكم على الشاشة. هيوغو لوريس يشغل مركز حراسة المرمى، رافائيل فاران سيلعب إلى جانب كيم بيمبي في الخط الخلفي، كانتي سيبدأ مع بول بوجبا في قلب الوسط، وفي الهجوم كيليان امبابي سيبدأ مع كريم بنزيما. الآن مع تشكيلة المنتخب الأسترالي على الشاشة. راح يلعب الفريق اليوم بخطة 4-5-1 الهجومية. ولا مع ضربة بداية المباراة الأولى هنا في كأس العالم. كومان، كانتي، مبابي، تصل إلى كومان، بيلعبها عرضية لمبابي، رأسية لم تشكل خطورة أبدا، الحارس تصل إليه بكل سهولة. تنتقل السيطرة للمنافس. كريم بنزيما، يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. هذه فرصة هدف. المنتخب الفرنسي يفقد الكرة. جيمي ماكلارين، كرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب. كومان، تسجيل هدف التقدم الآن، والحارس يتصدى للتسديدة. جريزمان بيلعبها إلى منطقة الجزاء. تشتيت سيء والهجوم ما زال قائما. العرضية لا تمر في وجودها.
الإثارة تبدأ من اليوم الأول في المجموعة، ومباراة كبيرة مرتقبة بين المرشحين للصدارة. الفوز اليوم يعني الصدارة بنسبة كبيرة. قوة المنتخب الفرنسي معروفة للجميع سواء داخل أوروبا أو حول العالم. طبيعي مع هذه التشكيلة والعمق الموجود فيها والخيارات الكثيرة أمام المدرب بأن يكونوا مرشحين للصدارة، وما هو أبعد من الصدارة. يا سلام على بينية من مبابي، محاولة لركل الكرة لكن بتعدي بجوار القائم إلى خارج الملعب. رمية تماس بعد تدخل واحتكاك. يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. كرة بينية جميلة من جريزمان. ممتاز حارس المرمى في التصدي. موقف صعب 1 ضد 1 في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي، رأسية ملعوبة. الله على تصدي خرافي من حارس المرمى. ركنية باتجاه المنطقة. الخطورة ما زالت قائمة في هذه اللحظات. عزيز بيهيتش، جيمي ماكلارين، راح فاران في استخلاص الكرة. عمل جيد، لكن يتصدى حارس المرمى للتسديد بكل سهولة، لم تكن صعبة عليه. والضغط العالي يسفر عن استعادة للكرة في مناطق خطيرة. الله على التصدي. دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. تحول هجومي ممتاز وخيارات عديدة. بلوك بدون مشاكل. انقاذ جميل للتسديدة. فقدها كومان وتحول الاستحواذ للفريق الآخر. حلوة الكرة، كرة سهلة تصل للوريس. تمريرات متتالية بشكل جميل. بيمبي يبعد الخطورة عن المرمى. ضغط جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ المساحة أمامه في هذه اللحظات. ما زالت الخطورة، لكن هناك قرار بوجود تسلل. قوة كبيرة حقيقة في الاحتفاظ بالكرة. والتمريرة البينية الرائعة. بينية تصل خلف المدافعين. أي ردة فعل، أي براعة. الله على التصدي، يدافع عن المرمى، يتصدى ويتحدى. تلعب في داخل المنطقة. ما زالت الكرة خطيرة بعد إبعاد سيء. انتهت الخطورة هنا. وفي هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في كأس العالم. بوجبا بداية هجمة الآن، لكن فرصة لا تستغل بالشكل المطلوب. أرون موي، توم روجيتش، كرة تمرر بكل سهولة.
الله على الضغط العالي، فرصة لتهديد المرمى. كومان، جريزمان، الكرة مع مبابي، بالكاد كانت متسللة. الكرة بتروح بعد تمريرة سلبية هنا. رائع لهذه اللقطة. نعم الأرقام تثبت بأن هذه المحاولات والفرص كثيرة على المرمى، لكن النتيجة لا تثبت هذا، وهذا هو المهم. يجب أن تكون محاولاتك وفرصك على المرمى بمعنى وأن تتحول إلى أهداف، وإلا أصبحت مجرد أرقام بلا قيمة. روكيتش، والتسديدة ترتد بعد أن اعترض الطريق. الاعتراض في الوقت المناسب يمنع الخطورة. ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. ممتاز الوقوف في وجه الكرة، تصدى للعديد من الكرات ودافع عن المرمى ببسالة. رائع لوريس في التصدي، ينفذ الكرة بشكل قصير. توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. ركلة ركنية لمصلحة فرنسا تفتح أمامها الباب للتقدم في النتيجة. ركنية سيلعبها كيليان مبابي. تشتيت سيء والهجوم ما زال قائما. مبابي بيرسلها، والاعتراف في منتهى السهولة. عزيز بيهيتش، جاكسون إيرفاين، والضغط العالي يستمر واستخلاص لهذه الكرة الآن إلى خارج الملعب، ركلة الزاوية. ينفذ الضربة ركنية بشكل قصير. الدفاع يعترض الطريق. كرة بتتصوب. هيوغو لوريس يتصدى للكرة بكل أريحية. بول بوجبا، أنطوان جريزمان، كرة لجريزمان فيها خطورة، والحارس يتصدى للتسديدة. حان وقت الذهاب إلى كرسي الاحتياط بعد قرار التغيير. جريزمان بيلعبها إلى منطقة الجزاء. خروج لحارس المرمى يبعد الضربة الركنية. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. نجح في استعادة الكرة أنطوان جريزمان، والكرة تضرب في العارضة. اللعب مستمر الآن. رائع الضغط العالي، هل تستغل في هذه اللحظات؟ هدف بيضيع بسبب التدخل من العارضة في اللقطة الماضية، والنتيجة تظل يخترق ولديه المساحة. الله على التصدي، تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. يبحثون عن هدف التقدم القاتل في اللحظات الأخيرة. جريزمان، الله، الكرة في المرمى، هدف التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. نشوف الهدف مرة أخرى. هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ومن مسافة قريبة كهذه لا يمكن أن تضيع الفرصة. من كان يتوقع هذا السيناريو؟
أي دراما تحدث في اللحظات الأخيرة بنسبة كبيرة. انتهت الأمور. بنزيما بيلعب لك كرة عرضية. أوه، رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى. تصدي رهيب من حارس المرمى. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة، وهذه فرصة قد تكون الأخيرة. بداية نقل الكرة بشكل ممتاز لخط الهجوم. مدافع يقطع الطريق للكرة العرضية. الكرة خارج الملعب، ضربة ركنية وفرصة أخيرة للتعادل. استخلاص الكرة في مناطق الخصم، سددها. بلوك للكرة بدون تعقيدات. وهذه هي صافرة نهاية المباراة تأتي لتعلن عن فوز لأصحاب الأرض. مباراة كانت صعبة ومتعادلة حتى الدقائق الأخيرة، لكنهم عرفوا طريق الفوز. عقلية المنتصر تظهر في مثل هذه الأوقات. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم. أعتقد بأن سعيد جدا بما قدم في أرضية الملعب، خاصة بأن من أحرز هدف. ولا مع ضربة بداية المباراة الأولى هنا في كأس